سهلا فيكم من جديد في قناتي. فيديو اليوم زي ما تشوفون جاتني طلبية من اي هيرب، ومن زمان ما صبرت معاكم على اليوتيوب. طلبياتي من اي هيرب. فالطلبية انا صراحة اتذكر اني طلبت اشياء كثيرة، بس ما ادري ليش جالي بس صندوق واحد كذا صغير يعني. فما اعرف هل كل الاشياء حاشينها في البوكس او وش الموضوع، ماني عارفة. طبعا قاعد اشرب قشر القهوة اذا تعرفونه. احنا نسوي مشروب ومرة لذيذ، فقاعد اشرب لي قشر وقررت اني اصور معاكم هذا الفيديو. فيلا خلونا نبدأ. بس طبعا قبل ما نبدأ، لو لسه مشتركين في القناة لا تنسون تشتركون. لو عجبكم الفيديو سووا لايك عشان يطلع لأكثر من أحد ويشوفون ناس كثير. وكمان اكتبوا لي في التعليقات ايش الفيديوهات اللي تحبون نشاركها مع بعض، نسويها مع بعض عشان نسويها ان شاء الله. وبس يلا خلونا نبدأ نفتح البوكس. طبعا في نقطة دائما احبها في اي هيرب، انه دائما تغليفهم يجي كذا من قلب. فما شاء الله دائما يعني 99% من الطلبيات اللي طلبتها دائما توصلني كذا سليمة. يمكن مرة أو مرتين بس على كثر الأشياء اللي طلبتها وصلتني شوي فيها يعني كان شيء. المهم ما علينا، نبدأ بسم الله. أول شيء معانا هذه الشفرات حق الوجه. طبعا مرة حلوة، مرة حلوة. طلبت منها المرة اللي فاتت ومرة عجبتني صراحة. أنا طلبت قلت بجربها. أول شيء كميتها مرة كبيرة 12 حبة، وما شاء الله تجلس معاكم. أتوقع أنها جلست معي سنة، غير لا أقل من سنة، يمكن 6 شهور. غير اني ما شاء الله وزعت يعني الكثير، يعني وزعت لاكثر من احد. فمره حلوه، مره رهيبه، ما تجرح. واستخدموها مع جل الصبار، فمره رهيبه الوجه. طبعا مع جل الصبار كمان جبت جل الصبار عشان احب اني استخدمهم مع بعض. فالشفرات مع جل الصبار دائما تكون رهيبه، غير انه الجل ينفعني في اشياء ثانيه. وقد سبق شفت يعني اماكن تبيع جل الصبار واكتشفت انها خربوطيه. فقارنت بين الجل هذا والجل يعني اللي اخذته من مكان ثاني، اكتشفت ان هذا الاورجانيك اللي هو الفنان يعني. المهم ما علينا. بعد كذا طلبت طبعا الشيا سيدز. طبعا هذه من الاشياء اللي دائما اطلبها وفي كل مكان كل زمان، كل ما تخلص اطلبها لانه صراحه مره احبها، ولانه خلاص صرت استخدمها في كثير اشياء يعني. طيب، وهذه الشركه ما اعرف شركات ثانيه، لو في شركات ثانيه ما قد جربت صراحه، بس انا دائما اطلب هذه الشركه. وبرضو طلبت اللي هي بذور الكتان. بالي اسوي مقرمشات البروتين. اذا تعرفون مقرمشات البروتين في بالي اسويها. فانا عندي تقريبا كل البذور ما عدا بذور الكتان. وبذور الشيا كانت عندي بس خلصت. بذور الكتان اول مره اجيبها، كانت عندي زمان بس كنت ماخذتها صراحه من عطار يعني. اول مره اجيب من اي هيلب، واخترت هذه الشركه لاني دائما اخذ منهم اشياء تكون حلوه، فقلت اجربها. بس وبعد كذا طلبت طبعا، ايوه طبعا طلبت المجموعه الخضراء اللي هي هذه مجموعة يعني خلاص الحين كل البيت يستخدمها تقريبا. فأختي اللي في المتوسط، بداية المتوسط، بشرتها مرة تحتاج. فقالت لي إنه أبغاها، قالت إنه أبغى أجيبها، فقلت خليني أجيبها لها عيدية بما إنه يعني العيد قرب. بعطيها من الحين من رمضان عشان تستخدمها لما العيد تكون بشرتها في العيد مرة رهيبة. هذا اللي جاي ببالي صراحة فكرة، يعني إنه عيدية غير تقليدية. وما انها حاجه حبتها وهي يعني ودها انها تشتريها، فقلت اجيبها لها. غير كذا صراحه مره يعني فرقت معايا، فرقت مع اختي برضو اللي الاصغر مني. كانت مره ما شاء الله بشرتها يعني بشرتها كانت مره معدومه فيها حبوب كثير وكذا، بس ما شاء الله لما استخدمتها واستمرت عليها مره صفيت بشرتها وصارت رهيبه. فصدق ما انصح فيه يعني، الا لاني جربته. مره انصح فيه، هذا من قلبي انصح فيه صراحه. اوكي صراحه. لانه كثير يسالوني هل مثلا البشره تنعدم بعد ما نقطعه. اكيد لما تستمرين على روتين فتره بعدين تقطعينه اكيد بتنعدم بشرتك، بس بشكل عام لا يعني مو زي قبل. اوكي. فبس نروح للي بعد كذا. بعد كذا جبت هذا الكوريكتر. لاني صراحه ناقصني كل كوريكتر، فقلت اجيب هذا. قبل بسم الله، قبل جربته اختي، واحده من اخواتي كان عندها فجربته عجبني ناسبني يعني. مع اني بعدين ندمت قلت ليتني جبت الاورنج، بس قلت يلا نستخدم هذا بعدين نشوف. برضو جبت نفس الشركة. مفروض انه كونسيلر بس قاعد احسه غامق مرة، فممكن ما اعرف بجربه. بس المفروض انه كونسيلر بس احسه غامق، بس ان شاء الله يطلع مناسب. بجربه واقول لكم بعدين. اخر شيء في البوكس معانا هذا الروج من ميبيلين. مرة يجنن، مرة رهيب. انا صراحة عندي بوريكم اياه، بروح اجيب لكم القديم عشان تشوفون كيف انه مرة رهيب.
يلا رجعت لكم، جبت لكم القديم، هذا هو. طبعا صراحة قد كرفته، شايفين كيف خلاص مسكين ما عاد فيه ملامح، بس اللون يهبل يا بنات، يهبل مرة، لون مرة يجنن. ان شاء الله اني ما غلطت، طلبت رقم ثاني اللي هو نفس، الحمد لله. شايفين نفس اللون. الرقم 373. هذا الجديد بوريكم اياه الحين. لونه يفتح النفس مرة، لونه يجنن مرة، لونه حلو. هذا طبعا القديم واضح اصلا مكروف اوريدي يعني. اتوقع انهم مغيرين الباكجينج كمان يعني. شايفين في اختلاف في الباكج؟ ايوه، مرة في اختلاف في الباكج. بس المهم انه كلها، حتى هذا كنت طالبته من ايهير، فبس هذا مرة حلو، مرة يا بنات حلو. واتوقع ارواج ميبيلين كلها حلوة يعني، تقدرون تطلبون اي شيء منهم. بس هذه هي طلبيتي. ما ادري ليش كنت متوقعة اني انا طالبة اشياء كثير، فلما جاء البوكس شفته صغير قلت معقولة، بس صح طلعت اشياء شوي بس. المهم بس فيديو بسيط خفيف لطيف، ان شاء الله يعجبكم. طبعا زي ما قلت لكم، لو عجبكم لا تنسوا اللايك، ولو لسه ما اشتركتوا في القناة لازم تسوون سبسكرايب عشان تكبر قناتنا اكثر ويصير عندنا كثير من الاصدقاء، وشارككم فيديوهات اكثر ان شاء الله. وبس اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. الى اللقاء.